ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا رجعنا بفيديو جديد. هنعمل كيكه النهارده جميله جدا وسهله ومكوناتها سهله جدا في اي بيت، اللي هي كيكه الكريم كراميل. خليكم معايا، هنعمل خطوات واحده بواحده علشان ايه ما نتوهش من بعض. اول حاجه هنجيب الخلاط، هنزل فيه بكوبايه لبن، دي اول حاجه، وهنزل فيه ب3/4 كوبايه زيت، تمام، وهنزل فيه بنص كوبايه سكر. هضرب المكونات ديت ولسه كمان عشان يبقى بالمره، وهنزل فيه بكيس من الكريم كراميل. كل ده هضربوه في الخلاط مع بعضيه وهرجع لكم تاني. انا ضربته دوت كوبايه، هدخلها التلاجة تسقع شويه. خليط يا بنات، خدت منه كوبايه اللي كان معايا في الخلاط حطيتها في التلاجة، وده بقيه الحاجات اللي كانت في الخلاط. هنزل ببيضتين، وهنزل معاها بشويه فانيليا، وكوبايه دقيق، وكيس بيكنج باودر. وهضرب المكونات دي مع بعضها. بصوا يا بنات، هو بقى ايه قوامها جميل جدا كده بالطريقه دي. هصبها في القالب، هدهنه دهنه زيت وهصبها فيه وهرجع لكم اوريها لكم. كده يا بنات بعد ما دلقتها في الطاجن، دهنته دهنه زيت بسيطه، ونزلت فيه العجينه وهدخلها الفرن تستوي، ولما تطلع هقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي يا بنات هي طلعت من الفرن، هنخرمها بالخله كده زي ما انا بخرم فيها، تمام. هي لسه سخنه طبعا جدا، لسه خارجه حاله من الفرن. بخرمها كلها كده كذا 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 خرم فيها كده بالطريقه دي. وبعد كده بيكون اللبن اللي احنا حطيناه حوالي 3/4 كوبايه لبن، هنزل بيها. تبقى الكيكه سخنه واللبن طالع من التلاجة ساقع. ليه؟ هتبص تلاقيها كده انها بقت طريه وجميله كده. انا صبيت اللبن كله عليها كده. هنزل بكوبايه الخليط اللي احنا قلناه في الاول خالص في اول الفيديو. قلنا هناخد كوبايه من الخليط بتاع الخلاط وهندخله في الثلاجه يسقع. هصبه بالطريقه دي زي ما انتم شايفينه كده، تمام. وهبدا افرده على وش الكيكه كده بالراحه، كله اللي هو كريم كراميل هيبدا كده يتفرد بالطريقه دي على وش الكيكه كده. هنحاول بقى ننزل بالكيس اللي هو بتاع الكراميل دوت، هننزل عليها. اعملوا اي اشكال بقى انتوا تعجبكم بقى يا بنات، يعني اي شكل انتوا يعجبكم اعملوه. عايزين حتى تسطحوه عليها، تعملوا اشكال بالخله، اي شكل انتوا عايزينه، ماشي. هو طبعا كنت سايباه يجمد شويه في التلاجة عشان كان سايح قوي قوي. هنزله كله على الخليط وهرجع لكم. يا بنات انتوا ايه يعني، ارسموا كده انتوا بقى بالخله. انا ماليش في الرسم قوي يا بنات، يعني انتوا بقى ارسموا كده ايه يعني اشكال كده انتوا بقى بالخله. يعني عايزين تفردوها كلها عليها، بس طبعا الكيس بيبقى صغير فما ينفعش يتفرد كله. انتوا مع نفسيكوا بقى ايه، ابدعوا في الموضوع. ماشي. حلوه يا رؤية؟ حلوه جدا، شكلها حلو. افتحي طعمها نفسي كده. ما انا عملت لك قبل كده كانت حلوه. يعني ان شاء الله هتطلع كويسه لما ندوقها ان شاء الله. ماشي. يفتح النفس شكلها ان شاء الله يا بنات. انا يعني شويه كده وهطلع منها حته ليكم تكون بس هديت شويه. ان شاء الله جربوها هتعجبكم جدا جدا. مش هوصيكم يا بنات باللايك والاشتراك في القناه. مش هوصيكم بالدعاء لوالدي ولوالدتي ولزوجي ولاخواتي بالرحمه والمغفره. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله مع وصفه جديده نعملها مع بعضنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بصوا يا بنات، انا طلعت لكم دلوقتي منها خرطه، هي جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين اهي، ولا مفرفطه ولا فيها اي حاجه. عايزه اقول لكم انا بدوقها اول واحده طعمها خرافه، جربوها. ايوه يا رؤيا انا هدوقها لك، انا عارفه ان انت ايه نفسك فيها، انا عاملاها عشان خاطر الكنشي اصلا. ماشي، جربوها يا بنات هتعجبكم جدا جدا. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.